الحمد لله الرحمن الرحيم الحليم العظيم. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش الكريم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الموصوف بكل خلق كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الناصرين لدينه القويم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله بالمسارعة إلى ما يرضيه وقاه الله ما يخافه ويخشاه، وجنبه الشرور والمهلكات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إخوة الإيمان، ها أيامه قد أشرقت، أيام رمضان المعدودات بخيراتها وعطاياها وبهائها وجلالها، مبشرة أهل الإيمان بالخير والتقى والنور والهدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إطلالة شهرنا الكريم فرحة وتحميد، وختامه تكبير وتمجيد، وما بينهما نور في الصدور وطمأنينة في القلوب. كم هم موفقون أولئك الذين خططوا لأنفسهم مع رمضان أن يكون لهم عمل صالح وقربان، فهذا دخل عليه رمضان فلازم مصحفه، وذاك قد عزم على قيام ليله كله مع إمامه، وثالث قد استعد للبذل والإنفاق لإطعام البطون الجائعة وتفريج الكربات والحوائج الجائحة. وهذه أبواب من البر عظيمة تصب لها الحسنات صبا إن صحت لصاحبها النية والاقتداء. لنتجاوز هذه الفضائل ولنقف مع عمل صالح أبر وأتقى وأزكى وأبقى. شنو هو إصلاح القلب في رمضان. هو إصلاح القلب في رمضان. الصلاح والإصلاح والخدمة ديال القلب في هذا الشهر. فما أحوج هذه القلوب التي غزتها الشهوات والشبهات أن تتعاهد وأن تغسل باش تذوق حقا طعم والحلاوة ديال رمضان، وتعيش صدقا روحانية رمضان. ألا ما أسعدنا أن نعيش رمضان والقلوب ديالنا تتلألأ بياضا وطيبة وطهارة. هذا من العمل الصالح، وذاك من العمل الصالح رصيد يبقى لصاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلنا في رمضان كنطمعوا لحاجة وحدة، الكل يطمح ويطمع في رمضان لاش لمغفرة الرحمن، وصاحب القلب السليم أقرب وأحرى من غيره بالرحمة والغفران. حيث الله تبارك وتعالى ما كينظرش للصور، ما كيشوفش الأشكال، وإنما ينظر إلى مستودع القلوب ومكنونات الصدور. شهر رمضان اللي كنقولوا أنزل فيه القرآن كيحتاج لواحد القلوب سليمة لتعيش مع هذا القرآن، يحتاج إلى قلوب نقية تقلبها آيات الوعيد، فينبت لها القلب خاشعا وترتد لها الجلود مقشعرة تعظيما وإجلالا لله الواحد القهار. يحتاج إلى صدور تهفو لآيات الوعد، فتطير القلوب شوقا لما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. شهر القرآن كيحتاج لواحد القلوب تكون كتدبر وتتعقل المعاني في القرآن. واحد التدبر كينتج عليه العمل، وأول عمل يورثه تدبر القرآن هو عمل القلب.
باش بتعظيمه لمقام ربه وخوفه ورجائه. وهذا هو حق كلام الله، أن نعمل به في بواطننا في تعظيم ربنا، وأن نعمل به في ظواهرنا في الاستجابة لأمر خالقنا. صاحب القلب السليم، احنا كنتكلموا على إصلاح القلب في رمضان. صاحب القلب السليم مهني هاني مع راساته، هو أهنأ الناس في العيشة دياله وفي الأجر دياله في رمضان، حيث هذا القلب اللي هو مضغة بيضاء التي يحملها بين جنبيه قد انعكس أثرها على الجوارح، فلا لغو يلفظه الفم، ولا خيانة يرسلها الطرف، ولا فحش تسقي له الآذان، ولا شح تقبضه اليد، ولا خنا تمشي له القدم، حيث هذه الجوارح قد استقامت وما مالت باستقامة القلب قبل ذلك. وصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في قوله وفي حديثه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إصلاح الباطن يعني أن يتقلب القلب في أعمال خفيات مع الإخلاص والتوكل والخوف والمراقبة إلى غير ذلك من الأعمال السرية التي لا يراها الناس، والتي يجزي عليها رب الناس الجزاء الأخير والأوفى. إصلاح الباطن كيعني نفض القلب ديالك من نبضات الكبر ومن عقارب الحسد ومن خطرات الغرور والاستعلاء وأفران الغل والشحناء. إصلاح الباطن كيعني لنا أن يكون لدى العبد إحساس مرهف على تفريطه في طاعة الله، حين الشبح ديال التقصير ما كيغادرش الخواطر ديالنا، والباطن ديالنا كيلومنا ديما وكينادينا وكيعيط علينا أن نسعى للآخرة حق سعيها، حيث هذه الملاومة والمحاسبة هي سبب رئيسي للإقلاع عن المعاصي وتجفيف منابعها، إذ لا أفسد على صلاح القلب من المعاصي الظاهرة، فهي تمرض القلوب وتزرع فيه النكت السوداء. أهل القلوب السليمة هم أهل لتوفيق الله تعالى، ولذا جعل سبحانه أهل جنته جعل السرائر ديالهم بيضاء ما فيها لا غل ولا بغض ولا شحناء. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات البينات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، لماذا الحديث عن إصلاح الباطن؟ علاش كنتكلموا على الإصلاح ديال الداخل ديالنا، البواطن ديالنا؟ حيث الخطايا ديال القلوب هي كتعتبر واحد الآثام موجعة، الضربة ديالها قاضية، كتذهب بنا بجميع الفضائل، حتى بالفضل ديال الصيام كتديه والعياذ بالله، وتزيد معه حتى ثواب القيام، وكتاكل الحسنات، وكتفسد الفضل ديال القربات ديالك من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول 3 الحوايج كيهلكوا، 3 مهلكات، شناهما؟ شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم سلفكم وتعاديتم بواحد المرض، دب إليكم داء الأمم اللي كانوا قبل منكم عادوكم. شناهما هذه الأدواء؟ شناهما الأمراض؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسد والبغضاء. وقال لهم: هي الحالقة، هي الحالقة.
ماشي ديك اللي كتحسن الشعر طوندوز ديال الشعر، لا، قال ليست الحالقة التي تحلق الشعر، ولكن ماذا تحلق الدين. أهل الإيمان، لنفتح صفحة مصارحة وكل واحد يسول نفسه ما حالنا مع خبايا القلب وما يكنه الضمير. واش كل واحد منا تفقد الباطن ديالو وشافه مزيان بواحد المنظار ديال البصيرة وشاف ديك الأدواء الجاثمة في قيعان قلبه؟ شكون اللي فينا وقف مع نفسه مذعور مخلوع لأنه استشعر داء العجب والكبر يدب له في قلبه؟ من منا من صارح نفسه في واحد اللحظة ديال المحاسبة وخلوة عن دبيب الحسد الذي يتحرك بين جوانحه؟ واش تفقدنا القلوب من شهوة الرياء وحب الظهور؟ وهل تفقدنا الصدور من خطرات الاستعلاء ونبضات الغرور؟ الفرح بأخطاء الآخرين، وكاين هذا النوع هذا كيفرح بالأخطاء، كيطيح شي واحد في شي مشكل ولا في شي خطأ ولا كيدير شي فوق كيفرح ليه وكيعجبوه الحال. الفرح بأخطاء الآخرين وتنشرها باش تشفى فيه، هذه ولات آفة عصرية. واحد المرض بحد ذاته هو مرض قلبي، تنقص من الآخرين وتقزم الجهود ديالهم، هذا عيب كيورث التعالي باش مناه يقول بواحد اللسان أنا خير من أولئك، ولكن ما شافش الله تبارك وتعالى راه أحسن منه أحسن من هذا. احتقار الناس أو احتقار الغيب للنسب ديالهم أو للفقر ديالهم والحاجة ديالهم أو للون ديالهم ولا كينتميو لشي منطقة، هذا كبر مشين، والكبر بطر الحق وغمط الناس. أخيرا، يا من أدركتم رمضان، الله تبارك وتعالى مد لنا في الأعمار ديالنا. هناك من كان معنا وما درك هذا الشهر هذا، ولكن احنا دركناه وما عرفنا من قدام، ما عرفنا شنو كاين. كل شيء بإرادة الله وكل شيء عند الله تبارك وتعالى. ولكن احنا كنتكلموا مع الذين أدركوا رمضان أن يجددوا القلوب مع رمضان ويعلقوا ذيك القلوب مع الرحمن ويملؤوا ذوك الجوانح ديالهم بحب الله والخشية ديالو والتوكل عليه والرجاء ديالو، حيث العلاج ديال فساد البواطن ما كيكون إلا بالإخلاص وبالصيام وبالقرآن، وهذه هي أعمال رمضان. واللي يطلب لنفسه الصلاح والزكاة ما ينساش الحق ديال الله تبارك وتعالى في الزكاة. كيقول مولانا الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكما يسعى المسلم لفقه أحكام الزكاة ومعرفة أهلها، يحرص كذلك أيضا للبحث عن المستحق ديالها، وإن تعذر عليه فليدفعها عبر الوسائل الآمنة من الجمعيات الخيرية الموثوقة أو بإعطائها للقوي الأمين لإيصالها للمبتغين من فقراء ومساكين. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، حيث أمركم بذلك العليم الخبير، فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة ذوي القدر العلي والشرف الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أدم علينا أمننا وعافيتنا، وارفع عنا وعن المسلمين البلاء والمرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح أئمتنا وولاة الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أدم علينا في بلدنا هذا نعمة الأمن والأمان والوسطية والاعتدال، واحفظ هذه النعم من الزوال يا كبير يا متعال، في ظل قيادتنا الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي عهده واحفظه في أخيه وفي باقي أفراد أسرته إنك سميع مجيب. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وداوي أسقامنا وضمن جراحنا وعاف مبتلانا واجبر كسورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله
عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخالص عبادتنا في رمضان. اللهم اجعلنا من الموفقين في هذا الشهر الكريم. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من أهل السراء في ختم هذا الشهر، من الذين عتقت رقبتهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم اشف مرضى المسلمين بالشفاء وداوهم بدواء واغنهم بفضلك عمن سواك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا بعين رحمته ونظرة أطرافه الخفية. اطلب الله تبارك وتعالى يغيث القلوب وغيثنا. اطلب الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الغيث وأن يسقينا الغيث. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نطلب الله تبارك وتعالى ينصر إخواننا المجاهدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي غزة. اللهم ارزقهم النصرة والتمكين والعزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي شوكتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يمدهم بالملائكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل النصر والعزة حليفهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبد قال آمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام